السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. وصفتنا نهار اليوم ساندويتش الملاوي التونسيه. راه معروف هذا الساندويتش في تونس بزاف ومن في الجزائر يديروه، يعني الاصل تاعه صراحه ما على باليش لا من الجزائر ولا من تونس، المهم معروف بهذا الاسم ملاوي تونسيه. نديروه بالمسمن والمسمن اللي هو جزائري 100%. بصح معليش رانا خاوه يعني جزائري تونسي كيف كيف، يعني رانا خاوه مفرقتنا غير الحدود هذا مكان. شوفوا يا البنات يجي بزاف بزاف بنين، جبتها لكم بالوصفه الاصليه يعني بالحشو الاصلي وبدون لحوم. جبتها لكم باصغر كيلا غير 2 حبات، بصح انا في الحقيقه هنايا كنت وجدت 20 حبه تاع المسمن، يعني المسمن باكبر كيلا ماشي باصغر كيلا، بصح خدمت لكم غير 2 حبات تاع الملاوي. وهاد الكميه كاع البنات كيفاش تحتفظوا بها كي تخدموا كميه كبيره، يعني نهار واحد نتاع عشقه تخدمي فيه المسمن وتتهني. ديري كل حبه في ساشيه وديروهم في الكونجيلاتور، كي تبغي تجبدي غير على حسب ما دير. هنا نفوتوا للملاوي. شوفوا البنات نحتاجوا الطون تاع الزيت، الهريسه، نحتاجوا الفرماج. هنا عندي كورني دباف، هذا اختياري انا نتاعي الحبه تاعي درت واحده اخرى في الكواليس درتها بكورني دباف بصح هو يجي بالطون. وعندي زيتون كاسي هذاك الحار، وبلا ما ننساو البيض مغلي. شوفوا البنات هنايا كي نجيو نعمروا الحبه، هذيك الجهه اللي تكون زعما طايبه فونسي نديروها لداخل، واللي تكون هكا غير صفرا شويه نديروها من برا خاطر غادي يعاود يزيد يطيب. ديروا فيه 2 حبيبات تاع الفرماج ونديروا الهريسه الحاره ونسرحوه كاع، يعني كاع الحبه هكا نسرحوا عليها هذاك الفرماج وهذيك الهريسه. وهنا كاين اللي يديروا لها الفريت وكاين اللي ما يديروهاش. كما انا اليوم ما درتش بطاطا مقليه، ما بغيتش ندير فيها البطاطا، قلت هو اصلا المسمن هكا بالزيت وكاع ما بغيتش نزيد له البطاطا. كي درت هذا الحشو حسيته صاير راه معمر، قلت ما نزيدهاش. بصح نتوما لا بغيتو تزيدوا فيه بطاطا مقليه زيدي فيه، يعني لك الاختيار كما هكا البنات. ونديروا الطو. شوفوا انا العلبه هذيك تاع الطو درت غير نصها، صفيوها من هذاك الزيت، يعني ما ديريش هذاك الزيت نتاعها، ديت هكا غير نصها. انايا شوفوا كنت رشيته وكانت كبات لي الكاميرا بصح هاو كيبان من الفوق، يعني هكا فتات نتاع الطو سرحتها كاع عليها. وهنايا درت حبه تاع البيض كما راكم تشوفوا، قسمتها على 4 وسرحتها هكا في الوسط، ونزيد نرشها هكا، نزيد معاها زيتون كاسي. شوفوا البنات هاد الملاوي التونسيه يجوا حارين، يعني لا باز تاعهم لازم يكون فيهم الحار، وما يديروا لهم الفلفل الحار، يعني هكا الحميص يكونوا مطيبينه ويرشوه هكا من الفوق. انا ما درتلاش الفلفل. كما قلت لكم الحشو يقعد عندكم اختياري، المهم الهريسه ما تقدوش تقلعوها، لازم يكون حار. طو كيف كيف، البيض كيف كيف، والفرماج هنا زدت له فرماج رابي. من الافضل البنات ديروا نوعيه شابه اللي كي تشوف هكا تاكلوه يقعد يتكسل يكون مليح. المهم انا درت لكم هذا هو اللي كان متوفر عندي، مام هذا يدوب ماشي كاع زعما نقولوا مليح 100% بصح مليح مقبول. هاد البوده تاع الفرماج اللي صغير هذا يدير غير ديميل، قسمتها على 2، درت نص في هذه والنص في الزاوجه. دو كيف كيف درت نص في هذه والنص في الزاوجه كما هكا، ونبلعوه بهذه الطريقه نلفوه. عليها يسموه الملفوف التونسي ولا الملاوي التونسيه. كما هكا نلفوه وزيروا في نفس الوقت دخلوا لداخل باش هكا ما تنحلكمش. والحبه الزوجه كيف كيف درتها بنفس الطريقه الحبه الاولى. طاجين نسخنوه مليح، وهنايا ما نديرولهش ولا قطره تاع الزيت لخاطر المسمن فيه الزيت. وكيما هكا نحطوه يطيب، كي يطيب نحسوه تقرمش وحمار مليح من هذه الجهه عاد نقلبوه للجهه الاخرى ونقعدوا نقلبوا فيه على 4 جهات، يعني في 4 جهات حمرهم غايه. هنا سيو بسباتول ولا باش ما تنحلكمش، هي ما غاديش تنحل بصح نسيو نسقدو هكا باش نديرو فينيسيون شابه وصاي. كيما هكا كيما قلت لكم البنات خلوهم يتقرمشوا، لازم تكون هذيك القرمشه. كاين اللي الملاوي تاعه يديرهم غير هكا غير مسمن يعمرهم وصاي زعما كي المحاجب وياكلهم، بصح كي تقرمشيهم كيما هكا احسن وافضل، يعني يجوا بنان بزاف وما يجوش يتقهموا. وسمعوا لي هذاك الصوت نتاعها يعني ديك القرمشه يجوا بنان بنان تاع صح. انا درتهم كبار، درت غير 2 حبات يعني اصغر كيلو، بصح هذوك 2 حبات راهم اكس اكس ال، يعني راكم تشوفوا راهم كبار بزاف. والبنات اللي ما شافتش معايا الوصفه تاع المسمن تاع الخطره اللي فاتت غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. صندوق الوصف واش هو العنوان، شفتوا العنوان تاع الفيديو ضغطي على العنوان غادي يخرج لك صندوق الوصف، تما تلقاي الوصفه تاع المسمن. كنت عطيتها لكم باصغر كيله تاع 5 حبات، انت الا بغيتي تضاعفي ديري 5 حبات عاود 5 حبات باش ما تنغبنيش في العجينه، خاصه الا كنتي مبتدئه حتى ديري 20 حبه. كما هكا قسموهم في الساشيات كما قلت لكم وديريها في الكونجيلاتور. وكي تحقي القهوه العشيه ولا قهوه الصباح ولا تبغي تخدمي بهم هاد لي ساندويتش تلقايهم واجدين هكا ما تتعبيش، يعني النهار ديريه غير المسمن ونهار الزواج ديريه كما هكا الملاوي. هذه غاليتي مع كاس تاع ليموناد، نقول لكم شاهدكم في الجنه.
وفضلا وليس امرا خلوا لي هذيك البصمه نتاعكم، هذاك الجيم وهذاك التعليق الحلو كيفكم. والى فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.